احتفظي بالفيديو ده عندك لرمضان، هينفعك جدا. اعملي له مشاركه على صفحتك علشان لما ترجعي له تلاقيه عندك. سهل وبسيط جدا، بشويه دقيق وميه بس هتعملي الحلويات الحلوه دي. شكلها شيك قوي، حلوه قوي، طعمها يجنن. لما تشوفي شكلها تحسي ان هي حاجه متكلفه كتير قوي، وهي يعني ابسط ما يكون، وحلوه جدا معانا في عزايم رمضان وعلى سفره رمضان. تبقى حاجه حلوه كده وتشرفك. اول حاجه نسمي الله ويلا بينا. اول حاجه نعملها الشربات. حله وتنزلي فيها بكوبايتين من السكر، وهنزل عليهم بكوبايه من الميه، وعليهم شريحه كده من الليمون او عود قرفه زي ما تحبي، وهرفعهم على نار عاليه. اول ما يغلي معايا ههدي عليه بالظبط 5 دقايق او 7 دقايق، وهرفعهم من على النار خالص. انا عايزه الشربات بتاعي بارد. تاني خطوه معانا، هجيب الطاسه بتاعتي وهنزل فيها بكوبايتين من الميه، وهنزل عليهم ب3 معالق كبار من الزيت ومعلقه صغيره من القرفه. وده السر بتاع النهارده، تجنن تجنن. جربوا طريقتنا النهارده حلوه جدا. وطبعا هنزل برشه الملح، وده اساسي معايا. بدوب المكونات كده على البارد وهرفعها على النار لغايه لما تغلي معايا. مكوناتنا سهله وبسيطه، حلقه سهله وبسيطه جدا جدا. ان شاء الله يا رب تعجبكم. لو وصلتوا بقى لغايه هنا ما تنسيش تحطي لايك للفيديو وشير كتير علشان الكل يستفاد، وتنزلي في الكومنتات طبعا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول ما غلت معايا على النار بضيف عليها كوبايتين من الدقيق، دقيق جميع الاستخدامات. بس كده وصفتنا خلصت النهارده، يعني مفيهاش اكتر من كده. ببدا ان انا اقلب الدقيق حلو قوي على النار بالشكل ده لغايه ما يوصل معايا الشكل ده. هبدا بقى اخده عندي على رخامه وهبدا ابرد فيه، بيبقى سخن طبعا. هبدا ابرد فيه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، بمنتهى السهوله خالص. تبداي تبردي العجينه على قد ما تقدري عشان تبقى سخنه على ايديكي. بالطريقه دي كده انا بردتها شويه وحسيتها لسه سخنه شويه كمان، غطيتها وسبتها كمان حوالي ربع ساعه او حاجه لغايه ما بردت معايا شويه، ورجعت لها تاني. هبدا ان انا افردها بالشكل ده وهقطعها قطع متساويه، حتى لو مش متساويه في التقطيع قوي، بس انا وانا بعملها صوابع بالشكل ده بحاول ان انا اسويها كلها قد بعضها. بتبقى عندي بالتخن والسم كده. وهبدا ان انا اعمل الكميه بتاعتي كلها بالطريقه دي، وبسويها عادي بالاحرف بقى بتاعتها كده، بسويها بالقطاعه عندي علشان تطلع معايا الفيونكات تطلع حلوه كده وشكلها جميل. طبعا زي ما احنا متعودين طول ما احنا شغالين، الاستغفار في بقنا، ذكر الله في بقنا. يعني الحاجه بيبقى فيها بركه. والله ما حصلت، جربوا كده يعني، بتاخدي اجر وبتاخدي حسنه، والحاجه بيبقى فيها بركه، وبتعملي الحاجه كده وانتي مش حاسه بالوقت وبتطلع معاكي حلوه ما شاء الله. هنا قطعتها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وهبدا اجيب الشوكه بقى بتاعتي وهشتغل فيها. بعملها بالشوكه زي ما انتوا شايفين، من الطرف ده ومن الطرف ده ومن النص كده، بضغط عليها عشان تفضل عندي بشكل الفيونكه اللي انتوا شايفينه ده. سهله جدا، تقدري تعملي كميه قد دي مرتين 3 في 10 دقايق، ما بتاخدش وقت خالص خالص. عجينتها حلوه جدا جدا ما شاء الله، ماشيه معايا زي الفل. يعني امشي على المقادير مظبوط وامشي على الطريقه صح، هتاخدي النهارده حلويات تجنن. عملت الكميه بتاعتي كلها بالشكل ده كده، وهبدا بقى اخد معايا الفيونكات دي واروح على الزيت. زيت يكون سخن على درجه حراره، يعني يسخن معايا، اخلي درجه حرارته وسط، وابدا انزل بالفيونكات. خلي بالك بقى من الخطوه اللي جايه دي، لما بنزل بيها على وشها على الرسمه بالشكل ده كده. اخلي الظهر اللي فوق علشان الرسمه تفضل معايا ثابته وشكلها حلو زي ما هتشوفوا كده في الاخر. خلي بالك، خطوات سهله وبسيطه خالص، ممكن تفوت عليكي وتطلع معاكي تقولي لا ده شكلها طلع مش حلو. امشي معايا الخطوات واحده واحده، هتطلع معاكي تجنن تجنن. يعني زي ما قلت لك، تنزلي بيها في الزيت على وشها عشان تفضل الرسمه بتاعتها حلوه وواضحه بالشكل ده. بعد كده بشيلها من الزيت، بنزل بيها في الشربات التقيل اللي انا عملته، بيكون بارد تماما، وبتطلع عندي بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. برصها عندي في طبق التقديم وبألف هنا. هتحطيها كده على سفره رمضان، حاجه تشرفك. ولو جايلك ضيوف فجاه كمان تقدري تقومي تعمليها، ما بتاخدش وقت خالص. وما شاء الله شايفينها من جوه كريسبي خالص، وشاربه الشربات، وطعمها يجنن يجنن. جربوا، التجربة أفضل دليل، صدقوني هتعجبكم جدا جدا جدا.